السلام عليكم. ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى من قناه منمن احمد. لو انتي اول مره تشوفيني ما تنسيش لايك للفيديو، تشتركي في القناه، وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وحشتوني قوي يا بنات، معلش ان انا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت دي. بس كان عندي بصراحه قرايبي موجودين وما كنتش بعرف اصور خالص. بس انا طلعت بقى، ببتدي ان انا اطلع خلاص حاجاتي واقفلها. وانا صورت لكم فيديو كده ان انا بقفل فيه الحاجات بتاعه الخزين بتاعه المنظفات بتاعتي، بس لسه ما نزلتوش. قلت انزل لكم الفيديو ده الاول. الفيديو ده هتكلم فيه عن التوك اللي انا جايباها في جهازي. دي مش كل التوك، دي اول توك او اول حاجه انا ابتديت اشتريها. بقالها طبعا فتره كبيره جدا. فطبعا انا اشتريت حاجات يعني بعدها بس مش كتير. يعني اللي اشتريته حاجات اللي هي زي الاساتك بتاعه الشعر دي، بس بالنسبه للاطواق والحاجات دي لا، ما اشتريتش. اشتريت بس الحاجات دي لان شفت اشكال كتير عجبتني. فانا حبيت ان انا اوريكم بقى كل الحاجات اللي هي دي. وقلت هوريها لكم الاول، وبعد كده لان خلاص الحاجه اللي هي التانية الجديده اللي انا اشتريتها دي اتشالت مع الحاجات اللي اتجابت معاها جديده واتشالت، فخلاص كده تمام. فدول ما كنتش لسه شلتهم بصراحه عشان كنت حطاهم لوحدهم. بس كده، فانا قلت اوريه لكم بقى. هي عموما العروسه يا بنات بتجيب طبعا توك للشعر، بتجيب الاطواق اللي زي كده. بتعملي حسابك ان انت تجيبي المشاط بتاعتك لو بتسرحي بمشط او بتسرحي بفرشه، اي حاجه يعني على حسب ما انت متعوده. وطبعا بتشوفي خطيبك بيحب يتسرح بايه وبتجيبي له اللي هو بيحب يتسرح بيه. كمان هنا انا مش حاطه التوك بس. انا لقيت معاهم ان انا كنت حاطه حاجات بتاعه الباديكير ومبارد والملمع ده بتاع الاحذيه يعني حاجات كده. قلت اطلعها لكم بقى، مش مهم هوريها لكم. وطبعا مش شرط ان انت اللي تجيبي نفس الكميه ولا نفس الالوان ولا حتى نفس الاشكال. انت اهم حاجه انا بديكي بس الامثله، وانت بتشوفي حابه تجيبيها او ما تجيبيهاش، بتبقى على حسب حريتك وعلى حسب امكانياتك، مفيش اي مشكله. بس التنوع في الالوان بيبقى حلو جدا يا بنات، خصوصا ان انت عروسه لما تلبسي كل حاجة عليها مثلا التوكة بتاعتها شكلها حلو كده ولونها بتبقى حلوة. طبعا احنا جايبين بيجامات وجايبين الوان كتير، وانا مش معقولة هجيب لكل حاجة هجيب لها التوكة بتاعتها. انتي ممكن تجيبي الوان اساسية. يعني هتلاقوا ان انا جايبة الوان اساسية زي الابيض، الاسود، البينك، الموف. دول هتلاقيهم متكررين اكتر، لان انا في معظم اللبس بتاعي فيه من الالوان دي. يعني لو بيجامه مثلا موف وداخل معاها ابيض في اسود وحاجات كده، انا ممكن البس عليها يا دي يا دي يا دي. يعني معايا التنوع كله تمام. فعادي مش شرط. فانا هبتدي معاكم اول حاجه باليمين. يعني القمشات، انا كنت جايبه دي القمشات. الحاجات دي بقى كلها عايزه اقول لكم ان هي من اخر العنقود كلها. كنت جايباها طبعا من زمان، فانا مش عارفه اقول اسعار ولا لا، لان دي اسعار زمان طبعا تختلف عن دلوقتي. واصلا الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي. يعني بنزل والله ما بقتش اشوفها، لان هي غليت وهم ما بقوش يحطوا الحاجه اللي هي خلاص. يعني حاجات، يعني انا كنت جايبه كل ده ايه ب3.5 وب2.5 جنيه. ما افتكرش ان في حاجه اغلى من كده. فما بقوش يحطوا ليه، لان مثلا التوكه بقت عامله 5، بقت عامله 7.5، بقت عامله 10، بقت خلاص ما بقوش يجيبوها. ممكن تلاقيها في اماكن تانية. المهم ان انا كنت شاريه المشط ده. ده برضو من المشاطه الحلوه اللي هي الضيقه. عشان انا طبعا بعمل السشوار وبعمل المكوى، فبحب ان انا افصل. جبتها عشان دي بتفصل الشعر حلو وبرضو بتسرح لي الشعر حلو. وجبت ده كمان، عجبوني جدا. جبت كمان المشط الكبير ده، بس ده ما عجبنيش لانه كبير قوي على ايدي. يعني انا كنت جايبه منه 2، واحد طلعته وواحد شلته. اللي طلعته ده استخدمته، فلقيت ان ماسكه المشط بصوا كبيره قوي. يعني تحس ان انتي يعني مش ماسكه المشط، مش متمكنه منه. فلو لقيتيه ما انصحكيش ان انتي تجيبيه خالص، مش حلو. تمام. جبت ال3 دول وجبت، وعلى ما اعتقد ان انا جايبه مشط تاني على ما اعتقد. تمام. انا مش عارفه اذا كنت وريتكم مشط قبل كده ولا لا، يعني مش فاكره بصراحه. جبت المشط ده، عجبني جدا عشان عليه رسومات وعليه لمعه وكده ولونه حلو. وجبت كمان المشط ده برضو حلو. المشط اللي هو لوحده ده هو بيتباع على فكره في الاسواق وفي محلات كتير لوحده.
بيتباع بجنيه او بحاجه كده. انا يعني حبيت ان انا اشتريه، اللي هو النوع اللي يكون ب2.5. هو بيتباع ارخص من كده لحد دلوقتي، بس عشان ده طري يا بنات، ده طري، حتى السنون بتاعته طريه. اللي موجود اللي هو الرخيص ده بيبقى ناشف، تحسي ان السنون بتاعته ناشفه، بتجرح فروه الراس. تمام. ده بالنسبه للقمشات. بالنسبه للتوك، ده الاطواق كلها اللي هي بتتلبس بس بتتحط زينه كده. بصوا يا بنات، دي شكلها شيك قوي. دي عباره عن توق كده وفيه ورده، شكلها حلو قوي. انا جبت منها الموف، وجبت منها الابيض، بس هي اتخلعت وعايزه تتلزق. هلزقها مفيش مشكله. انا بقول لكم يعني الحاجه دي بقالها فوق ال3 سنين والله متشاله اهي. بس الحمد لله الحمد لله، يعني ان انا كنت يعني ذوقي الحمد لله لحد ما كويس، وانا بختار الحاجه اللي هي بتبقى بحس ان هي ما بتبطلش، يعني الموضه بتاعتها مش بتبطل، او هي انا بحبها ذوقي، يعني انا بحبها حتى لو بطلت انا بحبها. جبت كمان الاسود منها، وجبت الاحمر، وجبت الروز. طبعا انا بموت في الروز. على فكره لما بتتلبس كده يا بنات بيبقى شكلها حلو جدا، لو انت بقى مسيبه شعرك، او انت عامله تسريحه، او جايبه شعرك على جنب، فبتدي للشعر شكل حلو جدا. فانا جبت من الستايل ده بصراحه، كان عاجبني موت، غير الحاجات اللي هي العاديه دي. ده كان عاجبني قوي، كنت بحس ان هو ملوكي كده. جبت منه ال5 الوان دول. تمام. اشتريت كمان الاتنين دول. دول كانوا كده زي بعض، بتحطي التوق وبترفعي شعرك من ورا بالتوكه دي، او طبعا انتوا عارفين التسريحه اللي هي بتاعه الكحكه، بتلمي شعرك كله زي الكحكه كده. حلوه برضو، بتبقى شكلها حلو جدا. فانا جبت اللونين دول. زي ما قلت لكم هتلاقوا الالوان هي موحده، بس طبعا مع اختلاف الدرجات ومع اختلاف الاشكال. جبت ده كمان زي طقم كده ده، وعليهم برضو لو عايزه ارفع شعري بالتوكه دي او البس التوكه دي لوحدها مفيش اي مشكله. اهي يا بنات حطاهم كده مع بعض. والاتنين دول انا جبتهم برضو عبارة عن اللولي، يعني حبيت ان انا انوع شوية. هتلاقوا مثلا ان ده في اللي هو الوردة دي اللي هي عاملة زي التايجر، دي اللي هي السادة وفيها زي فصوص من هنا. دي برضو قلت يبقى كلها فصوص، وارفع شعري بيها من قدام كده، واعمل قسطة انزل عليها قسطة، هتبقى شكلها حلو جدا. حاولي ان انت دايما تبقي منوعة، ان تغيري شكلك على طول، الستايل بتاعك تغيريه على طول، تغيري اللوك بتاعك على طول. بصي تعملي كل حاجة. تمام. انا مش هتكلم في الحاجات دي دلوقتي، انا باذن الله عايزه اعمل لكم فيديو مخصوص واتكلم معاكم عن شويه نصايح كده. هتبقى طبعا للبنات فقط. انا ما افتكرش ان في شباب يعني بتتابعني او يهمها قوي ان هي تعرف احنا بنجيب ايه في جهازنا او الحاجات دي يعني، الا بقى لو حد فاضي او كده. المهم اشتريت دول كمان. دول بصراحه بعد ما اشتريتهم بس مش مقتنعه بيهم ليه، شكلي هديهم لاي حد. مش عارفه، حسيت ان هم ضايقين. انا ما بحبش الحاجه تبقى حكماني، بتضايقني وبتعرقني وحاجات كده كتير. انا ما بحبش اللي هي الاستاتيك دي، بحب اللي هي الحاجه اللي تتحط كده وتتشال كده، يعني اللي هي ما تضايقنيش. فانا هشوف والله عرفت استخدمهم ولقيتهم مروحين معايا اوكي، ما عرفتش وحسيت ان هم يخنقوني خلاص يبقى شكرا كده. انا هديهم لاي في عندي اطفال ما شاء الله كتير في العيله، يعني هديهم لاي حد. تمام. جبت كمان الطوق اللي هي دي. انا طبعا جايبه منها اشكال جديده، دي كانت الصغيره، انا جايبه منها اللي هي الكبيره. وجايبه تقريبا جايبه القطيفه، بس جايبه من القطيفه 2، لان الستان دي اللي هي بتبقى شكلها احلى. القطيفه بصراحه ما بتبقاش حلوه قوي للعرايس. هي بنات جايبه منها الموف والاحمر، وجايبه منها اللون ده. دي بقى لو لميتي بيها شعرك كده وعملتيه ديل حصان، او عملتي بيه او لميتي شعرك يعني ايا كان ولبستيها على بيجامه او قميص، يعني اللون ده هيبقى شكلها حلو جدا، ان انت تبقى منسقه في الالوان وكل حاجه لايقه على بعضها كده. هي بنات جايبه منها الالوان دي، يعني حتى لو مش البيجامه اللي انت لابساها نفس اللون، ولو فيها لون من الالوان بس تكفي. يعني انت مش شرط مثلا اللي انت لابسه بيجامه معظمها فيه احمر، انت لبستي عليها دي
مثلا لابسه بيجامه مش لاقيه لون عندك فتلبسي حاجه عليها بيضه. خلي بالكم ان الابيض والاسود انا جايباهم لانهم بيليقوا على اي حاجه. ممكن تلاقي ابيض وفي داخل فيها روز، فانا ينفع البس الابيض على فكره، وينفع البس الروز برضو. تمام. فانا شاريه دول. وطبعا زي ما قلت لكم انا في حاجات لسه شارياها من قريب بس اتشالت بقى ما عرفتش اوريها لكم. ده بالنسبه للتوك اللي هي دي. اشتريت كمان يا بنات التوكه اللي هي بتبقى دي انا بحبها موت على فكره. بترفع برضو الشعر وفيها الورده اللي هي دي برضو. هي بس عشان بصوا الحاجه كانت مضغوطه عليها فما بقتش متفتحه زي الاول، هي كانت متفتحه اكتر من كده. اهي يا بنات شكلها حلو جدا ان هي ترفع الشعر ويبقى الورده دي شكلها حلو. برضو كل الحاجات دي انا زي ما بقولكوا 2.5 2.5 2.5 2.5، كل الحاجات دي ب2.5. المشبكين دول انا مش شارياهم، دول كانوا عندي، دول اللي هم بتوع الاستشوار اللي بتلمي بيهم الشعر وانتي بتعملي مكوه بتعملي استشوار، حلوين جدا قلت اشيلهم في جهازي. بتوع الباديكير دول الفرش اللي هي بتاعت الباديكير متهيألي انا عندي منها كتير، في منها هستخدمه في التنظيف وفي منها هستخدمه في الباديكير على فكرة، لان الباديكير بيبقى عايز الفرشة شوية تبقى ناعمة مش خشنة. فانا جت فترة واشتريت كانت عجبني شكل، انا كل ما اشوف شكل ليهم هي بتبقى تتمسك كده يا بنات بتنضفي بيها الضوافر الرجل والايد. فانا بصراحة كل ما اشوف شكل بيعجبني بجيبه لسببين. اول سبب لان الشكل بيعجبني طبعا، وانا لو حاجه ما عجبتنيش مش هجيبها. تاني حاجه لان هي بيبقى ليها اكتر من استخدام. تمام. ممكن استخدمها في اي حاجه. وبعدين انا في الباديكير هيبقى انا وخطيبي او هيبقى جوزي باذن الله كل واحد ليه حاجه. يعني مثلا لو انا جايبه ليا دي، انا بحب الحاجات اللي هي بتاعه العنايه والباديكير والكلام ده يا بنات، بحب ان احنا كل واحد يستخدم حاجته، مش عشان خاطر حاجه والله، علشان خاطر بس ان انا ما احبش يعني ايه انا بقى ما اعرفش، انا اتعودت على كده يعني. وبرده عشان يعني كل واحد يستخدم حاجته وحاجته تتعقم لوحدها وتتشال لوحدها يبقى افضل بكتير. مش انا اشيل مثلا، اصل الحاجات دي بيتشال بيها زيادات الضوافر والجلد الميت والكلام ده، فانا ما ينفعش ان انا استخدمها واخليه هو يستخدمها، ما ينفعش. فلازم يبقى كل واحد ليه حاجته زي حاجه العنايه الشخصيه بالظبط يا بنات. فانا مثلا استخدمت دي وانا هديله مثلا دي وبيحب اللون ده، فخلاص كده معروف ان دي لابراهيم ودي لمنى، كل واحد عارف حاجته. بصوا يا بنات برضو جبت المبارد دي حلوه جدا، واللي عجبني فيها حجمها ان انا ممكن اخدها معايا في الشنطه او كده. انا اصلا ما عنديش ضوافر بس بحب ابردهم يعني بيبقى شكلهم حلو. التوك دي كمان جبت الشكل ده، كنت في السنه اللي فاتت في راس البر مصيف واشتريت دول. كانت سعرها عامل 3 جنيه ونص، كان كتير، قلت دي ترفع بيها الشعر يتلم بيها قسطه بتاع هتبقى حلوه. واشتريت دول كمان. جت فتره عليا الحاجات دي بتاعت الاطفال اساسا، شكلها ممكن ما تكونش حلوه قوي بس هي عجبتني يعني، استخدمت منها على قد ما استخدمت والباقي قلت اشيله. برضو كانت سعرها 3 ونص. والبنس دي يا بنات شكلها حلو جدا برضو، يتلم بيها الشعر، عايزه تعملي طاقيه قبل ما تنامي، بس طبعا طاقيه في اول الجواز مش منصحكيش يعني ده بيبقى في استثناء كده بس بعد فتره. المهم ان هي بيتحط تحطيها ترصيها كده، وممكن على فكره تتلون باذن الله، هبقى اعمل لكم بس مش دي. انا جايبه كمان منها العلبه اللي هي الساده بقى خالص اهي يا بنات، دي ساده، دي ممكن نبقى نلونها ونعمل فيها حاجات كتير، اشكال كتير يعني اهي تمام. دي عليها كده زي فصوص او جليتر فضي، شكلها حلو عجبني. ده بالنسبه للبنس، مهمه جدا ان هي تكون عندك للناس اللي بتحبها وبتحب تلبسها. تمام. جبت كمان دول لو في حد عارفهم، هي توكه على فكره بتلمي بيها الشعر، يعني انت زي بتعمليه كحكه وتقومي حطاها كده كده كده، وتقوم لما الشعر بتاعك كله تنزل دي بتبقى شكلها شيك قوي. انا شفتها بصراحه في كذا بنت عاملاها بتلمي بيها شعرها، شكلهم حلو، وهما كانوا 2 كده مع بعض. والتوكه دي نزلت فتره على النت اللي هي بيتعمل بيها كذا، هي شكل يا بنات اهي
وجايبه التوكه اللي هي بيبقى منفوخه كده بتتعمل بيها الكحكه وبتقومي لما الشعر عليها، دي جايباها برضو بس اتشالت. وخلة السنان دي يا بنات برضو كنت شاريها معاهم، وكنت شاريه معاهم دي اللي هي بتاعت اللي بتلمع الاحذيه، شاريه واحده وواحده. بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. معلش اذا كنت طولت عليكم، هتوحشوني جدا جدا من هنا للفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناه، وكمان شيروا الفيديو عشان كل البنات تستفاد، وكل العرايس اللي بتجهز تستفيد. وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت الفيديو في صندوق الوصف. ويعملوا لايك للصفحه بتاعه الفيس بتاعتي، هتلاقوا برضو عليها حاجات كتير تعجبكم. ولو عايزيني في اي حاجه كلموني على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك برضو تحت هتلاقوا اللينك بتاع البيج، وهتلاقوا اللينك بتاع الصفحه الاكونت بتاعي الخاص. عايزين تكلموني على اي حاجه مفيش اي مشكله. وحبايب قلبي اللي كانوا بيكلموني الفتره اللي فاتت وما كنتش برد، سامحوني والله، التليفون ما كانش بيبقى معايا كتير، كنت بنزل كتير، كان عندي قرايبي، كانت الدنيا مضغوطه عليا، فمعلش حقكم عليا. بس كده يا بنات، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه يا حبايب قلبي.